تعالي أقولك على أسرار وتكات ورق العنب. لأ، طاجن ورق عنب بالكوارع، حاجة كده من اللي قلبك يحبها. هقولك على أسرار وتكات تعملي منها شوربة الكوارع بطريقة خطيرة والطعم يجنن. أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة وكمان خطيرة. ولو عجبك وصفاتنا ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. هاتي بقى الكوارع، اغسليها كده بمعلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الجنزبيل وعصرة ليمون لمدة نص ساعة، واغسليها كويس جدا. حلة على النار مية سخنة، وانزلي بقى بالكوارع بتاعتك وخليها تاخد غلوة كده من 5 7 دقايق. وبرضو اغسليها كويس لحد ما كده تبقى فلة شمعة منورة. هاتي بقى حلة على النار فيها مية نظيفة، هنحط فيها بصلاية وطماطماية وجزراية، وهنحط فيها ورق لوري وحبهان وفلفل حصى. ننزل بقى بالكلام ده كله والمية تغلي، ننزل بالكوارع بتاعتنا لمدة قد ايه؟ انا عايزة الكوارع بتاعتك كده تستوي وتبقى زي الملبن. بتاخد من 5 ساعات ل4 ساعات، حسب نوع الكوارع بتاعتك، بس هي بتاخد في الوقت ده يعني. وحاولي على قد ما تقدري ان هي تكوني موطية عليها النار عشان تستوي براحتها. عندك ورق العنب بقى، خلصيه ولفيه وابدأي كده رصيه في الطاجن، وتكوني فرشة تحت الطاجن بصلاية وطماطماية وشوية خضار، بيدي نكهة حلوة قوي للورق العنب وعصرة ليمون. عندي بقى الكوارع استوت، وهاخد بقى الشوربة بتاعتها وهسوي بيها ورق العنب وهغطيه بورق فويل واحطه في الفرن. بياخد حوالي ساعة. وهبدأ اخلي الكوارع بتاعتنا كده واقطعها قطع صغيرة. هجيب بقى طاسة على النار واحط فيها معلقة زبدة وفيها معلقة الثوم الخطيرة اللي احنا بنخزنها مع بعض، ومعلقة صلصة ومعلقة خل. شوحي بقى كل الكلام ده وانزلي عليهم بمعلقة خل وكوباية كده من الشوربة بتاعت الكوارع، وانزلي بقى بالكوارع بتاعتنا وقلبي بقى ويا سلام. عايزة اقولك ريحتها حرفيا تجنن. طاجن ورق العنب بتاعنا استوى، هننزل عليها بالكوارع اللي احنا شوحناها دي ونحطه في الفرن لمدة نص ساعة كده ياخد بس وش، ويبقى بقى بالجمال ده. عايزة اقولك بقى طعمه في منتهى الجمال. جربوها وقولولي رأيكم ايه في الكومنتات. بحبكم في الله. متشكرة جدا جدا على الكومنتات الجميلة اللي انتوا بتكتبوها لي. باي باي.